إجابتك موجود في الكتب خلفي. عبد الكريم جواد، كاتب ومخرج مسرحي من سلطنة عمان. أود أن أهنئ كل المسرحيين بهذا التجمع الطيب الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح وجمعية المسرحيين في سلطنة عمان. هذا المهرجان وهذه الملتقيات الفكرية والورش والحوارات هي إثراء كبير للحراك المسرحي، وهي تأسيس لتلك الروابط من الود ومن التعارف الجميل بين المسرحيين العرب، حيث نشاهد الإبداع ونشاهد الحوارات ونشاهد تجلي الفكر الجميل الذي يفتح أمامنا آفاق المستقبل. نحن سعداء في عمان في هذه الدورة 15 لمهرجان الهيئة العربية للمسرح الذي ينتقل من بلد إلى آخر، فنفتخر أن هذه الدورة في سلطنة عمان. في الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يتحدث المرء عن المسرح العربي بشكل عام، لأن الأمر يحتاج إلى كثير من الدراسات والبحوث. أما فيما يخص المسرح العماني فأنا رجل متفائل دائما في المسرح العماني. نحن اليوم لدينا حراك مسرحي على مستوى كافة المحافظات والولايات في سلطنة عمان، كما أننا مقبلون على مشروع تأسيس المسرح الوطني، وتلك مؤشرات أعتقد مهمة جدا عندما نتحدث عن 60 فرقة مسرحية، عن أكثر من 10 مهرجانات مسرحية سنويا. فنحن نتحدث عن حراك يشي بمستقبل واعد مزدهر للمسرح، ونسأل الله التوفيق. الحراك المسرحي منذ نعومة أظافري، ولكن هنالك التأسيس الرسمي الذي شاركت به في عام 1980 لمسرح الشباب، ومن بعدها انطلقت بتقديم الكثير من العروض المسرحية تأليفا وإخراجا وبحوثا ودراسات وتدريسا في الجامعة. قدمت العروض المسرحية مع مسرح الشباب في مسقط ومع الفرق الأهلية في عمان، ودرست في الجامعة في قطر لمدة 5 سنوات. درست التمثيل والإخراج وكذلك الإدارة المسرحية. توج الحقيقة مشواري بأن أكرمتني بلدي عمان، بلدي سلطنة عمان، بوسامين لدى صاحب الجلالة المغفور له طيب الله ثراه سلطان قابوس. وأيضا توجت مسيرتي الحقيقة بعضوية مجلس الدولة في عمان، حيث ما زلت في هذه العضوية، وهذا وشاح أضعه على صدري، وهو وشاح لي ولجميع زملائي من الفنانين العمانيين، فأن بلدي هذه البلد الطيبة تقدر عطاءات الفنانين والمثقفين، وهذا من سمات الرقي، والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.